مرحبا بكم في الجزء الثالث من فصول قرارة الخيط للأستاذ جمال العثماني على قناة زاوية أخرى. ما تنساونيش بالتعاليق والانتقادات البناءة ديالكم. نبداو. في هذا الوقت اللي جراو علينا كنت كنقرا في الثانية المتوسطة في الليسي. نهار جا عندي السي عمر إيدير ولويزا محمد والتلامذ الاخرين يودعوني ويبقيوني على خير. في هذا العام كنت انا هو التلميذ الثاني اللي غيتغيب لديما على القسم، مور فاطمه اللي حتى واحد ما دار ليها الحساب وما حركاتش شي حاجه في قلبي. ديك الساعه ملي كنا في ديك الحصه كنقراو الفرونسي عند السي مناصري، جا باها كيطلبها تمشي معاه وبدات كتودع صحاباتها وتبوسهم وتبكي، ودازت عندنا حتى حنا الولاد سلمات علينا وسلمات على الاستاذ وخرجات من القسم. انا كنت قبل هاد الليله بحال الحولي ديال العيد، كان عنق السما وما عارف شنو كيستناني وباللي راهم موجدين الجناوه العنقيه والفحم الراسي، وغدا غادي نموت فوق المجمر كبده مشويه ملفوفه في الشحمه كتسيل فوق النار بحال الحولي. وبحال فاطمه ما عارفش باللي غدا غنكون ذبيحه معلقه وغنتشوى فوق الشوايه. هاد التلميذه كانت سميتها السنابي بوج مع فاطمه، كان عقل عليها وكان عقل على دارهم اللي كانت قدام الجردة ديال التفيشي وفيها الحانوت. باها اللي جاي يديها من القسم هو اللي كان كيبيع المواد الغذائية في داك الحانوت. فاطمة ولا وجهها اليوم كيعذبني بزاف ملي كنشوفو خارج من القسم مقلق ومهرس قدامي، كيعصر خطو في قلبي وكيطيحني توته من الشجر ديال المدرسة اللي كانوا في الساحة واللي كنا كنتزاحموا على بابها الكبير باش نجري ونلقطوا الحب ديال التوت اللي كان سكر فيه اللحم. انا في ديك الوقيته كنت حمار ونفسي بارده، كنحشم من راسي ملي كنتفكر فاطمه. هاد البنت ولات لي يوم هم اخر كيتزاد عند همي اللي راني واحل فيه، خاصه ملي كبرت وليت كنشوف. كمل الاستاذ المناصري الدرس ديالو وكملنا حنا التلامذ ودق الجرس وخرجنا كنجريو للساحه وحتى واحد ما بقى كيتفكر فاطمه، وانا ما كنتش عارف بلي النوبه جايه عليا ولو بعد حين، في القسم ولا في الدار ولا واخا نكون في بروج مشيده وما غيخطانيش، بحال شي كابوس فيه قرطاسه بغا يتيري فيا الموت وكيقول لي اسكت ما تقول حتى كلمه، رفع الستيلو ديالك وما تحكيش البارود، ما تنطقش القطران من مدادك وما تخرجش حروف دموعك على الورقه. في الكار كلشي كان خايف، العائلات كانوا معبسين وساكتين مهزوزين كيشياه وسط الظلام والبرد كيقرص السقيطه. الموتور قدامنا كيجري وشاعل الضو كيعلم الطريق، ولا تجيب مورانا خايفه نهربوا، وحنا كنشقوا الطريق وكنحزن وتربع في عيني الصوره ديال الوالد والوالده، وكنشفق على حالهم وحال الناس وداك الشيء اللي دوزوه في ديك المصيبه واللي عصفات بهم ولا تعصف بيا بحال السيف ديال بوسيف اللي ولات تابعاني. انا كنت هنا راكب وسارح ونيفي لاصق في الزاج كنتفرج من السرجم وحاير حتى دخلنا لعين تيموشنت. وقف الكار وشد بينا القنت قدام واحد البنايه امنيه، طلعوا جوج ديال البوليس وطلبوا من كل شي ينزل، خلاونا غير حنا الصغار جالسين كنستناو. انا هنايا شداتني بوله بغيت نخرجها ونط ننزل، سولني البوليسي اللي كان واقف في الباب فين غادي، قلت له بغيت ننفخ وخلاني نهبط. بلت على الجراره الاخر حدا التروطوار، وملي كملنا الطريق ديالنا سمعت ملكه مرت خالي عبد الرحمن كتهضر مع اللي كان جالس حداها وقالت لها بلي جاتها الضحكه ملي طلعات لاردواز على صدرها. ديك الساعه فهمت بلي نزلوهم باش يصوروهم وبلي كل واحد كان هاز اللوحه وفيها النمره بحال داكشي اللي كيوقع في الافلام ديال المجرمين. اليوم راني متاكد بلي ملكه ما ضحكاتش حيت فرحانه، وإنما عزة النفس هي اللي ضحكاتها. ملكة كانت ظريفة. كنسلخ الحرف من الركبة وكنحطو مداد كيجري على فمو، الصاد بالرقبة والباء بجوج نقاط والشين بنقطة والميم بثلاثة، وقول أنا هذه هي لغتي وتكبيرتي في الذبيح. عمتي موما في هاد الليلة العامرة بالبرد والخوف ملي كنا غاديين غوتات واحد الغوتة زعزعات الكار ومزقات السكوات اللي كان مخيم تما
وفيقات الودنين اللي كانت غايبة وسارحة وقفزاتني بالخوف. بقات كتعيط على عيشة بنتها، وعيشة جالسة حداها كتقول ليها هاني يا امي نعلي الشيطان وسكتي. وعمتي موما ما سكتاتش، بحال الا ما كانتش في هاد الطريق وفي الكار، وبقات كتنهد. عمتي موما مسكينه ما قداتش تحمل الحمل اللي كانت هازاه، ما قداتش تشد راسها، كانت ضعيفه ماشي بحال ملكه، ودغيا هازمات. عمتي موما ولا بنت حميده كما كنقولوا لها عندنا في العائله، تهرس بها التاريخ في هاد الرحله الكحله في ظلامها والظلم ديالها، وخرجات على الزمان اللي كيأرخ ليها. كانت مثال حزين لهاد الصدمه اللي طيحات الرقابي ديال الناس وضرات بزاف ديال النفوس. عمتي موما المجاهده في الثوره ديال الجزائر مات قبل ما يجيها الموت، وملي جاها الموت لقاها ميته، الله يرحمها وياخد حقها من الظالمين. العين ديالي تاء مربوطه من الراس، وحجباني نون النقطه ديالهم هي عيني، ونيفي الف تحت الارنبه ديالو همزه، وسناني سين وفمي ضمه ديالو، ولساني صاد كتوسط وفتحه، ووجهي ميم ساكن كيسكنو، وعلى جبهتي معقوده شده وخطوط مبنيه على فعل فات الاجل ديالو، بحال الواو ملوي على عنقي، والباز بيبة الخد، واليا ممدوده تحتها جوج نقاط، والدال والذال والراء والزاي والحاء والخاء والجيم والعين والغين والصاد والضاد، حروف كيتشابهوا مختلفين بالنقاطي، بحال القاف والفاء. كيولي القاف فاء الا نقصات له نقطه، وكيولي الفاء قاف الا تزادت له نقطه، والكاف حرف جر، والضاء بالرقبه كيشهد على لام الليل المكسور في الظلام تحت البرد. في ديك الليله الكحله اللي جراو علينا، عمتي موما كانت راكبه مع بنتها عيشه والزهراء، وكنتها حليمه مرت ولدها البكاي اللي كان خدام في فرنسا، وهو اللي لقاوهم اللي دخلوا للمغرب. كراو دار في حي الطوبه وما سكنوش في الخيام. كان ولدو محمد في حجر امه، وكانت بنته ماميه صغيره، والشيخ مازال ما تزاد. اما خالي عبد الرحمن فجراو عليه مع مرته ملكه وولادو بن عيسى وسعيد ومحمد وجمال اللي جا في الدراع، وعزيز كان باقي ما كاينش حيت هو تزاد مور ما غرقنا. اليوم كلنا كبرنا، فينا اللي ساكن في الرباط واللي في سلاج جديده، وشي وحدين اخرين في فرنسا واللي راهم في وجده بحالنا. فينا اللي ولا اب، وفينا اللي ولات ام، وها هو بن عيسى قريب يزوج بنته ويولي جد، وانا تزوجت معطل وبنتي مازال صغيره. طرد هو اللي شتت العائله الكبيره من خال وخاله وعم وعمه، وفرق النساء بالمجموعين في حمام بوحجر. العزيز الحاج قدور ما شتوش من نهار جيت للمغرب، وولادهم ما بقيناش كنعرفوهم، ما حضرناش للعراسات وما تمشيناش في جنازة خالي الميلود الله يرحمه. خالي الميلود ما جراوش عليه حيت مو جزائريه بحال الزهره بنت جنان خضراء، حتى هي ما جراوش عليها حيت راجلها جزائري. اما العربي فهاديك حاله عماهم الله عليها وقيله. ملي كنتفكر هاد الشيء كنقول عندي الحق في حكامي وقلبي الحاقد على الجزائر. شنو نقول؟ الحصيله من الفاصله الممدوده على الصدر هي الجزائر الغداره تقنا فيها وخدعتنا. فوج على روحك شويه وغني لي شويه وخد عينيا، واشطح وسمعني رنات العيدان وشادي الالحان يا للال، وطربنا بشمس العشيه قد غابت واستغربت عيني من الفراق. وجود بغيثك وهم بزمان الوصل مع حمام بوحجر، دندن الموشيحات ويا ليل يا عين حتى الفجر. نفخ القصبه بحنكك وتبع الصاموري مع بالخياطي في طريق الليسي وما تخليهاش تفوت. كور الحروف بركوكش وزرب عن النقاط حمص وجلبانه، وما تنساش بسم الله وكل بالليمنيه وعيط على اخوك محمد يغطيك بالزربيه ويفك عليك. جات حتى اللواد ونشفت شناهيه هي القرنينه، وقدها قد دبزه وفايته السلطان في اللبسه هي البصله. وحاجيتك ما جيتك لو كما هما ما جيتك، وهما الرجلين لا هما الوالدين محمد. كيقولوا دودو من عودو وانا هذا دودي ماشي من عودي، وإنما عود الجدود رجع ينخر عودي.
بحال الكوز ساكن فولي اليابس في كيس القنطار، في العشه القشه اللي قسمات الظهر حساب خاوي، مبخر بالجاوي المكاوي اللي جاي من حمام بوحجر كيشعل، كيطلق البارود على الصدر، وقشور الرمان تحت المهراز كيبري بوصفير، وعشبة النابطة كتحبس الكرش الجارية، والسانوج والحلبة الصفرا للسخانة الباردة، وزيت الزيتون الدافي دوا الجناب. وانا قبسوني الجنون وكنشكي من الصرع. كنزور كل جمعة تراب الوالي الجلالي الحاج قويد الراقد في القبور، في واد الناشف من طريق جرادة المالحة بالفحم في الجنوب، كنقلب عنده الدواء. قبل ما يتبين الخيط البيض من الخيط السواد من الفجر، تلا بينا الحال في مركز الحدود زوج بغال. وقف الكارو في الرغونة، رماونا تما بحال الفراخ كانت ترعدو من قوة البرد، وكل عائلة شادة في الناس ديالها وخايفين يتوضروا. عائلتنا حنا كنا لاصقين في الحاج، كان هو القدوة ديالنا، كنا كنتبعوه فين ما مشى، رجلينا على رجليه وخايفين نضيعو. الحاج قويدر ما شفتوش ضعيف نهائيا، كان قاسح بحال الصخرة وراسو مرفوع. يمكن مسكين حتى هو كان كيتألم، ولكن ما كانش كيتحسر وما بينش الضعف ديالو. كان راجل مؤمن وكيستغفر الله وصبار. رزقوا الله بمسك الختام نهار الجمعة من شعبان المبارك، وصلينا عليه في مسجد الوحدة في حي السي الخضر في وجدان نساء ورجال. هاد الانسان ما كان حسبه عند الله غير في الجنة مع الصالحين، والموت ديالو كيشهد عليه نهار الجمعة، والجمعة نهار المؤمنين. الجمعة دمعة في القبور شاقور على رقبة السبت 27 ديسمبر 1975، والحد بين البارح واليوم، والاثنين به كتبدا السيمانة، والثلاث كيتبعها الاربع، ونهار الخميس صدقة ديال العزولي للزيارة والترحم. في سرة معقود من الجنب اليسر، واجد ومستعد ديال التاحق، والضلوع كتعصر بالشوق. نهار الجمعة مشيت نزور الموت في مقبرة واد الناشف، ولقيتها عامرة بالقبور بحال الا الناس كلهم ماتوا. وقبر جدي اللي كنت نعرفه وليت كنقلب عليه بين الاموات وكنقرا الشاهدات باش نلقاه. قويدر ولد مبارك، الازدياد 1912، توفي الجمعة 17 نوفمبر 2000 الموافق ل 16 شعبان 1421. الحاج الله يقبل، كنت كل مرة ولا جوج في الشهر كنحسن ليه راسو من الشيب، ما كانش كيبغي الشعر، وشي مرات كنت كنجرحو كيبقى يسيل شوية الدم تحت الجلد وهو صابر ما كيتشكاش، مهود راسو تحتي حتى نسالي، وكنفرغ عليه الماء دافي نقيه من فتات الشعر اللاصق في رقبتو وفوق العينين، وكننزل عند لحيتو بالشفرة نحسنها، وكنهرب من الزبيبة الكحلة اللي كانت على خدو اليسري، كنمشط الشعر اللي خارج منها ونقطعو بالمقص، وكنفوت فوتة خفيفة على مستاشو ونقول ليه شوف فيا الحاج، وكيشوف فيا مسكين. وملي كنشوفو زوين وما خصو حتى حاجة كنمشي نجيب الريحة ديالي وكنرشو بها، حتى ضفارو كنت كنحيدهم ليه وما كنخليهمش يكبروا. كنت ديما كنراقبو مور ما كبر وما بقاش قاد يتحرك بزاف. الخالة الكحلة بحال الحبة ديال الزبيب على الخد اليسر من وجه الحاج، نقطة نابتة في عيني، ولو شمشعر النخل في دراع الحاج على جبهتي شوك واقف، وحنا يامنا ذكرى مشقة تحت التجاعيد، بلا فم كتغرف المعاش بالحليب، ومعيلقة العود كتغرق في القصعة، وانا كنفخ في الحامي كي الشوكة كنمخض الماء ونحش الفاني. ندفن روحي مع الدود ياكل لحمي ونقطع العرق والحريق اللي كينخر عظامي. ما كنعقلش على راسي تمشيت قدام الحاج بشورت قصير، ولا تفرجت حداه في شي فيلم، ولا تصنت الموسيقى، ولا صفرت ولا غنيت. كنت كنحشم وكنحسن وجهي قدامه. كنت كنعس معاه في نفس البيت ملي تزوج خويا محمد، وانا كنت مازال عزري. داكشي علاش كنت كنشوفو قبل ما ينعس وكيحط سنانو تحت البيفي في الغرفيه المغروسه في قبرو، ويحسب الرفاي على التهليل الاول من الفجر، ويجر خيط زربوط الضو حداه قريب للوساده، ويوجد حوايج العباده، السبحه وسجاده الدومه النافله وسط الليل، والبيل باش يضوي به طريق الجامع ملي يخرج يصلي، والخيزران باش يتكى عليها مور ما ولا كيتعتع في المشيه. الله يرحمه. غرفة جدي اللي كان كيحط فيها سنانو بالليل تحت البيفي مغروسة في عيني،
والزاج ديال الطبيب اللي كانت تحطو الحاجه على ظهرو حامي كيحرقني، وساعه الجيب بالمشدوده بمساك كتشدني من القلب، وزربوط الضو قدام الوساده كيستنى وقت الفجر والاذان الاول من الغوته ديالي، والسبحه ديال الليل كتسبح فوق السجاده ديال الدومه كتستنى الماء يسخن فوق الغاز، والراس بلا كمبوش كيتوضا، والجلابه كتستنى تمشي مع الخزران، والبلغه لابسه الطريق للجامع، هازه لامبول وحجره السبع مشدوده بلاستيك اللي كنت نصيد به الدبان شحال هادي. هو ميم الموت موصول بالواو الساكن عند التال مفتوحه بجوج ضمات معلقين من فوقها كترفعني. هو الخلود الزاحف كالرغوه على القنوفه المرخيه في فراش الموت كيتنفس الفاني اللي ما بقاش. كتودعني الحاج باش تخليني عامر بالجراح كنبكي عليك بالسكوات، من بلاصتي كندب ضميري الميت في حياتك، ما غاديش ننساك حيت انا ماشي نكار الخير، غنبقى ديما مبغيك وعاقل عليك. كترجع مرة اخرى للموت وتحكي ايام الحياة الفانية، كتطلب الحفرة ديال القبر تغطيك بالتراب ويسالي الاجل ديالك اللي تعطل، وانت حي ملحاح بغيتي الاخره وصحبت الدار والايام اللي مشات وماتت. موتك جاك من زمان وانت غي خيال من حياتك، كتعيش بعمر فاني قتلك وشق قبرك وكتب حروف موتك وغطاك بالتراب. ركب فوق الطيفور ودخل البيت الحامي غاشي وشوف شنو تجمع عينك من غرامة، وبدا في العلاوي تلعب بالمطرق، تهز الكتف مع الغيطة ومع طبل القلوز والبندير والقصبة السداسية وثلاثة ميسة اللي جات حساب وسالات البارتية وفرقت الناس. كان عقل على اللي جراو عليهم معانا في ديك الليلة. سواسة كانوا معانا في الكار، وكانت عندهم حانوت مور المسجد الصغير، كان كبير وعامر بالسلعة، وكونطوار ديال الزاج متلج كيعرض الفرماج الاحمر والبيض والحليب. هاد السواسة كنت نحسبهم زواوة في الاول، بحال لونيس مول الحانوت اللي كان في لاصولير وكيسي صغير اللي كان حدا الحانوت ديالنا. ما سبقليش وسمعت على سواسة ولا على سوس العتيقة اللي كاينه في المغرب العميق حتى دخلت للمغرب، وهنا عرفت باللي سواسة هما مغاربة ماشي جزائريين، بحال دوك الاصوات التونسية اللي كنت نسمعها في الديوانة ملي وصلنا لزوج مغال. عرفت من بعد باللي دوك الاصوات ماشي ديال التوانسة وانما ديال المغاربة كانوا ساكنين في شرق الجزائر، من قسنطينة وسطيف وعنابة وتيبسة، وكانوا كيهضروا بحال التوانسة بسبب القرب. كانت الساحة ديال الديوانة عامرة بعائلات كتيرة لقيناها قدامنا، جابوهم من كاع الجوايح حتى من طمراست جينات مدينة كاينة في حدود مالي، واللي كانوا كيستناو في صف طويل باش يدوزوا الإجراءات، وداك الشيء اللي تابعها من أسئلة وتفتيش حتى جات نوبتنا. أنا وخويا محمد دخلونا صحاب الديوانة بالضرافة باش يجبدوا منا شنو كنخبيوه حنا عائلة الحاج قويدر، سولونا بالضحك باش ما نخافوش ونجاوبوهم على كل شيء. ملي عياو مع براءتنا وما لقاو ما يجبدوا، فتشونا لدرجة أنهم حيدوا لينا صبابطنا وحيدوا لها كروشها حسب لهم كنخبيو فيهم الفلوس ولا مخبيين في القدم شي حاجة غالية. ملي ما لقاو والو خلاونا نجروا الفردات ديالنا بحال لسان الطور المرخي، وحنا يامنا كتعقد ليها امي زيفها اللي فكوه، وداو العائلات واحدة مور واحدة برا الحدود. بخطوات قليلة مور ما دخلنا للمغرب وشادين في بعضياتنا وفي حنا يامنا اللي ما كانتش قادة تمشى، جا واحد الراجل من القوات المساعدة وناس من الهلال الأحمر المغربي والمحسنين اللي جاو يستقبلونا ويعاونونا حنا العائلات العيانة ماديا ومعنويا. هز هاد الراجل حنا يامنا بين دراعه وتمشى بها قدامنا ودخلها لواحد الخيمة كبيرة فين استقر بينا الحال كاملين مع عائلات مسكينة. فرقوا علينا اتاي والخبز بالزبدة وكوفيتير وجابوا لنا الفراش باش نتغطاو من البرد، وملي ارتاحينا شوية بقينا كنستناو الكار اللي غيدينا الوجدة. خرجت انا وخويا محمد نضربوا دورة برا، لقينا غير الشجر والظلام وشوية ديال الضو في شي خيام كانوا فيها عائلات اخرى. كان البرد بزاف والكيران كيمشي ويجي وكيهزوا الناس باش يسالي الصفر ديال الموت ويبدا السؤال. الحاج قويدر تزاد في 1912 ومات في 2000 في وجدة. شحال كان في عمره في ذاك الوقت؟ الحاجة خضرة تزاد في 1926 ومات في 2007 في وجدة. شحال كان في عمرها حتى هي؟ جمال العثماني تزاد في 1962 ومات نهار السبت 27 ديسمبر 1975
في النقطة الحدودية 2 بغال. شحال كان في عمرو ديك الساعة؟ الجواب هو أن جمال ما ماتش، جمال حي. في وجدة وزعوا العائلات على مراكز التكوين المهني وعلى المطاعم ديال المدارس والداخليات ديال الثانويات والجمعيات الخيرية الإسلامية، واللي تلاقينا تما بعائلة خالتي فاطمة وسط الناس الكتار صغار وكبار، في قاعة طويلة وفيها الناموسيات اللي ما كانوش كافيين لكل شيء، وفراشات على الأرض في واحد المنظر كئيب كيبان على الوجوه. الغوات ديال الدراري الصغار واللي مازال كيرضعوا، والهضره اللي كتجي من كاع الجوايه. كانوا العائلات شي ممدد في الارض وشي مكمش في فراشو كيهضروا بيناتهم وكيتبادلوا الشوفات بالسكوات. شي ناعس وشي بدا يحلم، والحركه برا والداخل شاعله. الشارفين، نساء، الرجال، الدراري الصغار، حتى طلع النهار. دخل نهار الحد كحل وكئيب، نهار مر فاقوا فيه الناس بكري مفتونين ومحنين. ما كناش غنوصلوا لهذا الشيء لو كان ماشي داك الاومبان اللي وقع لينا في الطريق وعرانا من السقف. الزحام على الطواليطات والسقايات وعلى المطعم اللي كان كيدير الفطور في الصباح وسط ديك الفوضى الكبيره، والناس كيجيو يقلبوا على عائلاتهم، والسلطات كتحاول تضبط الدعوه ولكن ما كاين ما تضبط. كانوا تما من العائلات اللي بحالنا كيستناو شي عم ولا شي خال ولا شي قريب يجي يسول علينا ويسترنا. كنا كنستناو والحاج حتى هو كيستنى. كان ميقن بلي غنخرجوا من هاد البلاصه اليوم، ما غاديش نزيدو هنايا شي ليله مازال. ما نبقاوش في هاد المصيبه وحنا عندنا في المغرب عائلات والخير ديال جدي اللي ما غيضيعش. هاد المحنه اللي طحنا فيها كانت صعيبه والعرض ولا مكشوف. ميلوده الكنا اللي ما كانتش كتجلس قدام شيخها الحاج، ديما مخبيه ومقنته وما كيعرفها حتى واحد. ما كتخرجش هي وربيعه من الدار، وعمرهم ما تلاقاو الرجال ديال برا من غير المحارم ديالهم. ها هما اليوم تفرضات عليهم في هاد الظروف يبقاو تحت ملحفه وبلا حجاب، حشمانين ومهرسين بحال الا كيرتكبوا شي معصيه. ضاقت عليهم النفس قدام الحاج وقدام الناس، واخا هاد الناس كلهم مفتونين بالحاله ديالهم، وحنا يامنا ممده بيناتنا في الارض وغارقه في النعاس بقوه العيا. وهكا تحقق داكشي اللي كنا كنستناوه. وقبل ما يتوسط النهار جا عمي الوسيني كيسول فينا وكيقلب على الاثار ديالنا حتى لقانا. دانا في طوموبيلتو وضيفنا عنده. سكننا في دار بوحدنا وغيلحق علينا فيها العربي الله يرحمه ملي دخل من الجزائر. العربي الحلاب ما عرفتش كيفاش نجا من الطوفان وما جراوش عليه معانا في داك العام، واخا كان مغربي ومرته حتى هي مغربيه. هو تبعنا للمغرب مور ما فاتو شي شهور على الطرد ديالنا وكانت سالات القضيه. دخل للمغرب حيت هو بغى وطلب حق المغادره وعطاولو الاذن يخرج. جاب له خليل الخضر الطوموبيل باش يهز فيها حوايج وشي حوايج كانوا ديالنا هربهم بالتخبيه. جا عندنا للدار اللي جابنا ليها عمي الوسيني وبقى معنا تما حتى لقى الخدمه هو ومرته تعينوا في الرباط. جاب لنا العربي الماكينه ديال الخياطه اللي مازال راه عندنا ومازال خدامه، كانت ديال ميلوده وكانت تخيط بها في الجزائر. ميلوده كانت كتعرف تخيط مزيان، كتخيط البلايز وكتعرف تفصل. داكشي علاش جابوها باش تعاوننا على الزمان مور ما دار علينا الحال. والكوزينيير اللي رميناه مور ما خسر وتصدى وما بقاش صالح، شحال وكلنا وطيب لنا الماكله واتاي. ندمت عليه بزاف. لو كان غير شديتو عندي وخليتو عند راسي باش يبقى يفكرني بالنواع ديال الماكله اللي نسيت المذاق ديالها، بحال الدولمه والمعقوده اللي كانت تصايب لينا ربيعه. اما التلفازه اللي جاب لينا فما كانتش ديالنا، حنا كانت عندنا اوتوفوكس ماشي فيليبس. كنا نتفرجوا فيها الافلام والبرامج ديال الدراري الصغار والسهرات وانواع ديال الالحان والموسيقى، الطرب الاندلسي والغرناطي وكاشكولات مازال عندي في ودني كتطربني وتفيقني. وحنا سامرين قدامها كنسمعوا ليايات خليفي احمد ودرياسه وقصايد عبد الغفور والعنقيس ونورا واغنيتي يا عمي بالقاسم وفضيله الجزائريه فيا البلارج واحمد وهبي في دق دق في الباب قال سيدي، وهو بوحدو في البيت كيضرب على العود، والفرقه ديال بوعلام تيتيش كتضرب الطبل وتنفخ في المزمار، وبلاوي الهواري في البحر والحيره بلاتني. وكان بدايه انا نعاود معاه في عقلي، راني محير يا ناس ما لقيت صبر، عقلي توضر بين البخور وبين المواج. ما يهمش، فيليبس حتى هو صندوق وحتى هو فيه العجب.
اوتوفوكس كان عاقل على بلاصتو في الدار. كنا حاطينه في القنت حدا الطبله ديال البوست، والغنايه في الصالامونجي اللي كنا كناكلو فيها غير في المشتا، وفيها الشيميني اللي عمرني عقلت خدمناه. كنا كنكفيو غير بالمجمر وكنعسو فيها. اما اللي بقى من الوقت كنفوتوه في الكوزينه العريضه وتحت الزنك ديال الفران. العربي نهار ولدات البقره ديالنا كنت حاضر، كان عاقل عليه كيفاش كان كيدير وكيحاول يخرج المولود الجديد، وجدي كيشوف وكيراقب الزياده الجديده. كانت عجله ما قداتش توقف، فازقه وكتشخر، امها باقي فيها الماء ديال الولاده من اللور مدلي حتى الغد لي عاد تحيد. فرح الحاج وفرحت العائله، درنا الوليمه ديال الزياده، كبرات العجله وولات كتلعب معانا قبل ما تلعب بينا الايام. العربي ما جابش لينا البوست الكبير وما جابش الغنايه وطبسي حميد الزاهر، ونسى كورتنا وبزاف ديال الحوايج كتفيض عليهم العين بالدموع، خلاهم موراه ما قدرش يجيبهم. صعر عليا في الكوزينه وتعامل معايا قاسح، ولكن واخا هكاك ما رانيش مقلق منه، ما كنتفكروا الا بطل. ما بغاش يبقى في الدل واختار يدخل للمغرب، وهذا الشيء ما كيديروه غير الابطال. كنحتارمو ونقدرو، وكندعي معاه بالرحمه كل ما تفكرتو ولا تفكرت مرتو يمينه. دوزنا شي شهور في الدار اللي جابنا عندها عمي الوسيني مور ما خرجنا من الخيريه، وموراها كرينا دار في المحله من جهه الرحاط بول، مور ما ولا احمد كيصيفط لينا الماندا من فرنسا حتى يسر الله، وشرينا دار في الفيلاج. كان هو الاخر في طريق الغرب موجده. ما عرفتش كيفاش لقاه جدي، ما كان فيه لا ما لا ضو، والواد الحار مطموره مور الباب كتجمع الخرا والبول، وبدينا كنشعلوا الشمع ونشربوا من القله ونتعشاو بالقليل. كنعسو بكري وحنا يامنا ما بقاتش كتحاجيني بحال الا تبدل عليها الحال. جدي شرا واحد الكروسه وبدا كيبيع ويشري فيها الكسوه وكيخرج للسواق، ما كانش كيتكاسل، التجاره هي حرفتو. وكنا انا وخويا محمد كنعاونوه نهار الحد في سوق فيلاج الطوبه، كنفرشوا معاه السلعه ونترزقوا الله. حتى لما كنا كنجيبوه على ديك الكروسه كانت السقايه بعيده على الدار، كنا كنهزو فيها 15 قرعه ديال زيت كريستال وكنزيدو شي قلات، وكنا كنشدو النوبه بالسوايع. شكون كان كيتوقع هذا الشيء؟ من الضوء للظلمه، ومن السباله كتجري لشرب وقيس، ومن الطواليت تحت الضوء والما كيجري للخلا ونمسح بالحجره باش ما يبقاش الفتات يتحجر ويطلق الريحه، وهي كتحتاج للما يحيدها مور ما ولا عزيز وقليل. شفتوا كيفاش كانت القضيه؟ بات في الطريق وصبح في وجده. شكون اللي كان ناوي هذا الشيء؟ غير البارح وانا في حمام بوحجر، واليوم في حي السي الخضر. كان عايش في وجده بحال الا تزاديت هنا، وحمام بوحجر عمري ما شفتها. عرفت من بعد باللي شي عائلات داروا الطلب وصيفطوهم لمدينه بركان والناظور وجوايه اخرى، واللي بقى في وجده جمعوه في الخيام، في الروك 1 والروك 2، ومخيم لافوار اللي كنت نمشي ليه انا وخويا محمد باش نتلاقاو مع شي وحدين كنعرفوهم. منهم اللي كان مشارك في خيمه كبيره مع عائلات اخرى، كل عائله في قنت ودايرين حجاب داير على فراشهم، ومنهم اللي كان في خيمه صغيره مع عائلته ما كيشاركهم فيها حد. لافوار كان هو اكبر مجمع للناس اللي جرات عليهم الجزائر، كانوا ساكنين فيه الناس وكيجيبوا لهم داكشي اللي كتاب من الماكله في الكاميوات اللي كانت تجيب شي مرات الزيت والسكر والخبز، وكانت كتوقع الفوضى وما كيبقاش النظام في العمليات ديال التوزيع، وكيكتر الدفيع والسلطات ما قاداش تفرض النظام. ولكن حلوا المشكل ديال المطرودين من الجزائر وخرجوا العائلات من الخيام، منهم اللي عطاتو الدولة الخدمة، ومنهم اللي خلق الفرصة ونجح في التجارة والعقار والقراية، وكل شي بدا حياته من جديد. مور 3 سنين على هاد الطرد مات بومدين، مات بواحد المرض مجهول حارو فيه الطبة، وهذه ما تكون غير دعوة خضرة اللي خرجت فيه، ومات في النهار والشهر اللي جرى علينا فيه. هو سكت ليه القلب في 27 ديسمبر 1978، وحنا سكتات حياتنا نهار 27 ديسمبر 1975. ولكن احنا مازال عايشين وهو مات، ومازال كندعي عليه. تعدى على الحرمة ديال الناس، وآذى الولي والولية وربي خلصو. ملي كنتفكر حياتي وكيفاش كبرت كنزيد نحقد على الجزائر، وكنحملها المسؤولية في الموت ديالي والموت ديال امي. الجزائر قتلت امي وذبحتني انا من الرجلين، وخلاتني مربوط بالتراب اللي وطيت عليه انا وخويا محمد بالجرا واللعب.
وسط الدار قبل ما تقسم وتولي دوار ويحتلوها السكان وتولي الديبارة زنقة مفتوحة. تألمت بزاف ملي شفتها في الفيديو اللي صيفط ليا في الانترنت واحد من الناس اللي كنعرف في الجزائر. بانت فيه دارنا خالية من كاع المعالم اللي كانوا فيها، العشا، الكوري، البولايي، براكة القناين، التبن، كرمات الكرموس. بقات تما غير وحده بانت لي واقفه ويابسه كي الحطب، والجوج الاخرين ما بقاوش. حتى بلاصه الغبار ولا الدار، والداليه اللي كانت تما ولا خيوط منشور عليها كسوه كتقطر. كانت عائلتي كتعيش في اصاله ومعاصره، الكوزينيير والفران كنتغداو تحت الزنك وكنتعشاو تحت السقف، وناكلو خبز الكوشه والمطلوع، ونشري البولانجي، وفي البيفي الدواء والسيرو، وفي العشا عروق الدفله وربطة النابطه وفليو والزعتر. وكان جدي هو القدوه في الوقار. ربيعه ما كانتش كتهضر معايا ولا مع خويا محمد قدام الحاج، كانت الا بغات فينا شي واحد كتشير له بالعينين ويتبعها للبيت. وحتى ميلوده ما كتهضرش مع احمد قدام الحاج، وما كتدخلش للبيت اللي كيكونوا جالسين فيه. هاد العادات ملي دخلنا للمغرب في القرن العشرين بقاو كينقصوا شويه شويه حتى ما بقاوش، بقاو غير العادات ديال الماكله. حنا شحال هادي كانوا النساء كياكلوا بوحدهم، وانا وخويا محمد واحمد والحاج جدي كناكلوا بوحدنا، من غير وقت العصر اللي كنا كنتجمعوا تحت الدالي على كاس النعناع مشحر مع فطيره ديال الشعير. وميلوده مقنته ما كتجلسش في وجه سيدها، ولحد الان انا واحمد واخا العائله فرقاتها الموت والحياه وخويا محمد سكن في دارو بوحدو، مازال كناكلوا بوحدنا، ورابعه وميلوده ومراتي وولادي في البيت الاخر. انا ملي كنهضر على حمام بوحجر هذا ما كيعنيش اني معلق بهذه الارض ومقلق على فراقها. انا وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الاسره والطير والحيوان وكرم الكرموس والعنب. كنتحسر حيت مور ما كنت نتبخس وسط العائله جات الجزائر وشتات عشها عليها. الا قلت شكارت الناير وشكوت اللبن فهاد الشيء كيعني انه كانت عندنا شكوى من الجلده ديال المعيز معلقه بجوج خيوط من الراس والرجلين، كانت تمخضها الوالده وتخرج منها الزبده واللبن. وشكارت الناير كنت نعلقها في عنقي ونجمع فيها اللوز والقرقاع والخسطل والكاوكاو وحلوة كابريس والدراجي. هي حياة عشتها وكليت من قصعتها المعاش بالحليب مغرفة العود. حمام بوحجر هي نعاسي في حجر حنا يامنا، وهي تفلي لي الراس وتغني لي سيدي يا حنيني يا ضمني إلا ضمنتيني انت انا مناش نخاف. حمام بوحجر هي حجايات الغوله وبنت السلطان ولون جات القيسال فيك نطلع. حمام بوحجر هي بيضه بيضه لالا باش نزوق لوحتي عند الطالب والطالب في الجنه. حمام بوحجر هي هادي وان الصالحين على ربي والوالدين. حيام بوحجر هي لا كريم لافاني سيد احمد الوطاني. حمام بوحجر هي خالتي حليمه ومزينها بالتحزيمه داخله اللحومه ودير لها الطريقه مسكين. حمام بوحجر هي الويت جونتي الويت. حمام بوحجر هي حديقتي آن الأوان وحان أن نفترقا. حمام بوحجر هي زدودودة الطلابي. حمام بوحجر هي أمك العورة ساكنة في الدورة. الماعون هو خيمة الحاج، وشكوت اللبن والزميطة نهار العيد، والسفوف بالقرفة والسكر، والدلاح سيف كي الهلال كليتو بالزريعة ومضغطو مع الخبز. ويجيو اليوم الجمعيات يهزو سميتي ويدافعوا عليا. شكون يركبني بردعه ويطلع فوق ظهري مور ما ولا العود ديالي كيبغى بلا صفيحه، ووليت انا تبن وشعيري نخاله. ملي ولا ولد معزتنا عتروس كيركب على ظهر مو. شتو كيفاش؟ قال الولد لباه راني نكذب عليهم وكيتيقوني، وقال له با غيجي عليك النهار اللي تقول فيه الحق وما يتيقك حتى واحد. وانا كنقول الحق ورأيي عزيز عليا ولو طارت معزه. ستيلو ديالي سبع ما غتلعبش به الدياب اللي استغلت المحنه ديالي ملي كنت بلا مداد، والجوف ديالي خاوي من الحروف كي الخروف كيحس بالخوف وما ينطق بالتكلمه. مشكلتنا مشكلتين واسئله ثقيله ومراره كتعذبني، وانا بلا جهد وبلا اللي يحميني من المطرقه ولا من المنجل. انا العارف بحوال السياد وحافظ دمياطي تنسى عليا الوضوء كيفاش نتيمم، تلفت لي القبله وفي ما رديت راسي تما جرح كبير، وكنمشي في دمي جار السؤال كنقلب على الهدايا.
على غراف الماء في يدي نجف به ريق الحكايه، كندب ضعفي وقلت الحيله ونبكي ونتألم بقوة الخيانه والظلم ديال القراب. انا عاجز على قول الحق، وإلا قلت الحق شكون يجاوب؟ عالم زينون. انا صوت حار، وإلا زقيت واش نلقى حبيب؟ عالم طرش. حنا طهارة كتستنى الصلاة وحي على الفلاح. فين الماء؟ فين السجادة وفين المصلين؟ يا طيارة طيري بيا وديني الموالية. هذه أغنية جزائرية قديمة. أنا كيقيسني الهبال وكان فقد التوازن ديالي وما كنبقاش عارف نهضر، ودغيا كنسلت وكنلقى راسي في ماء سخون كيحرقني مع اللي كنحتارمهم ويحتارموني، وكنبقى نوزع نيتي الخايبة فيهم وفي حوايج حشرتني فيها ما جبت منها غير الصداع. وليت كنتمنى لو كان غير ما عرفتش هاد الجمعيات وخليت همومي في صدري نتونس بها بوحدي مع مدادي في بيتي. ولكن الحمد لله ما انتميت لتا شي جمعيه وما رانيش منخرط ولا عضو في اي وحده منهم. خير ما درت من اللي رفضت الطلبات. قضيه المغاربه المطرودين من الجزائر توزعت على الجمعيات ولات ممزقه، كل جمعيه فواد وكل جمعيه فرحانه باللي عندها وكل جمعيه كتعجبك هضرتها، وإلا هضرات كتسمع هضرتها وانا ما هبلت على حد. كي البنت المغلوبه على حالها جالس في الدار ورا الباب تحت الكرش الصغيره كنحسب الايام والعده فوقاش تسالي. كنعنق تحتي جوج بيضات عاقرين ما كيولدوا غير الشعر، وحروف من زغب كنقرها على الورقه ما كيقراها ليا حتى واحد. كنمارس عليها رجولتي المفقوده بلا ولد، بلا سميه تخلفني ويذكر عاري وضعفي. كون بحال جدك الحاج، عمامتك فوق راسك ونيفك مرفوع واخا فيه الخنونه، وعليم وتواقف يمين شمال فوق تحت عمودي وفوقي. المهم انت كتصنع الاشكال ولا واحد ديال بيكاسو قبل ما تجي الشعيبيه وتولي فنانه ويكبر لها الشان. يا خي على الزمان يا خي، ولا الديب كيسرح النعاج وعلى عول الفجر كيعوي، والنقطه اللي سدات الجمله ورجعات السياق للسطر وتبدا تبني الكلمات، ترسم الميلاد وتقلب على الموت يعنقك. انا ما كنطلبش العفو ماشي طلاب، وباش غيفيد الاعتذار والدولار والدينار. انا عزايا في الكلاشينكوف ديال الستيلو ديالي، ورصاصة الكلمه نطلقها غاره ترسم جريمه الجزائر في الذاكره ديال التاريخ وتسجل. حنا حيدات لينا الجزائر حياتنا وجرات علينا حيت عندنا الجنسيه مغربيه. حنا قصه حزينه من حكايات طوال وكتيره. حنا وصمة عار على جبين الجزائر. الكره ديال الجزائر للمغرب في الجرات والمسيره وحنا كنا ليها عنوان. هذه حقيقه ما يستوعبها غير العارف الصريح بحروف القلوب اللي تربات على الحقد والنفاق. كنزرعها شوك بين الحجر والجبال، يمكن التراب ينبت الحب وضمير كينبض بالزرع. كر وفر ونحر القبر وهرس الشهده ومزق الكفن وتمرد على التراب وتشتت فحم كحل كي الجراد ياكل الحرث ويزرع الخراب ويدمر ويقلب المفهوم الغامض ويحك الضفر مع الظهر ويفضح الجرح وغار الجثة الميتة في راس الفاس. كانت غتفرق ديك العائلة طال الزمان ولا قصار وما غاديش تدوم، والموت هو التالي ديالها. كان جدي غيموت وتموت امي وتموت حنا يامنا، ولكن الموت ما جاش في حمام بوحجر. الموت جا مور الطرد اللي حيد الحياة حسرة على الصوف المنفوش وهلك الحرث، وانا خلف تالف ولا الموت كيطلبني. كيبقى الخاسر من هذه القضية كلها هو بومدين. خاب ورحل في نحرو هز الإثم، كيجر معاه البهتان اليوم الحساب رمانا بيه. ما غيشوفش مني السماحة والنسيان، وفي ايام العيد الكبير هذيك هي المصيبة اللي ما قديتش نصرتها. غتبقى مسجلة في الضمير، تنبت النبق عنوان ما يتحيدش من الصفحة الممزقة من الحياة. ما توفقتش في قرايتي، والمناهج التعليمية كانت مبدلة وعائق قدامي ما قديتش نساير. كنت محبط نفسيا ومصدوم. حاولت ولكن ما قديتش، ومشيت نسجل سميتي في مكتب القايد البوسعيدي في الروك واحد اللي كان مكلف يلقى الخدمة للمغاربة المطرودين من الجزائر. شديت خدمة وكانت في الرباط، وتما عشت حياة أخرى مساوية مع السنوات ديال حمام بوحجر. ما كانتش غتجي للبال وبلي غنعيشها، والحمد لله ملي سلكت على خير واخا كانت خاوية من حياتي.
وشنو غتفيد التجربه مور الموت، مور الطرد؟ من هنا دخلت الرباط على الخط، وخرجات حمام بوحجر من البال، تبدلات بوجدة اللي كانوا يعيشوا فيها الوالدين، وليت من الرباط كان توحشها ومعلق بيها وكان بغيها ومبغي المولوديه. وملي رجعت عنقاتني، وهنا كان عايش فيها اب كيحن للطفوله وكيرجع يتفكر من جديد حمام بوحجر. عذبتيني يا حمام بوحجر، وهنا حازن ماشي عليك وانما على اللي سكن دارك، الحاج قويضر وآله اهل البيت عليهم السلام. انتي ما بقيتيش حبيبتي يا حمام بوحجر، وانا ما بقيتش ولدك، وما كنحس بتا حاجه من جهتك، لا حب لا غرام لا طمع اللي فيك بالوصال. انتي مجرد حلم وخيال وذكرى يابسه على الحجر، فايته بحال الا ما عشتكش، كتودعيني مخليه ليا موراك خيالك وحزانك، وحملتيني كتر من طاقتي. اثارك كنشرو جرح كيسيل بالدم وينبض بالموت وصبع الاشاره، بلا ندامه عليك يا حمام بوحجر، صداعك ما زادني غير الحزن والعذاب. انتي حمام بوحجر وانا قلبي قسح من الحجر. سد فمك وسكت حسن لك، الهضره واخا كتخفف الحريق وكتفوج على النفس ما كتبدل من الواقع حتى حاجه. حنا كيما كان الحال دازت فينا وخضره ماتت، وهذا هو مر الختام. في الرباط فين مشيت نخدم تلاقيت مع بزاف ديال المطرودين اللي كانوا عايشين في الجزائر، بحال الا الجزائر كانت كلها مغاربه. لقيت محمد من طروى مرابو، والمامون وميمون من شباط، والشكيري ويحيى من بلعباس، وبوزيان من تلمسان، وعبد القادر من تلاغ، وابراهيم من حاسي الغله، ورابح من الحنايه، وعرفت حتى البنات، خيره من سانكلو، ورحمونه من ولاد ميمون، وزاهيه من تيمو الشنت، وجمعه من مضرومه، والباتول ما عرفت منين. وتلاقيت حتى مع اللي كان ساكن في الرمشي وبوتليليس والغزوات وبني نصاف، واللي من العامريه ورزيو وبني ونيف وتليلات وغليزان، وخالتي خديجه من مستغانم. وكان ولاد وهران هما الكتار، قاسم وعبد الله والبشير وبوعيادي وحميده والهواري وغيرهم. الا جيت نحسبهم كاملين ما غنساليش، كان الاصل ديالهم كاملين من ناظور وكيهضروا بالامازيغيه، وانا عربي والمكتب ديالنا في السعيديه قصبة عجرود. في الرباط ما تلاقيتش مع شي حد من حمام بوحجر من غير سعيد سونيتا والمختار ولد الحاج قدور البويحياوي والعربي الحلاب. العربي تلاقيته في مطعم وزاره الماليه حيت كان خدام تما وانا في الجامعه. جيت واحد النهار للمطعم مع جوج من الزملاء، عرضوني للغدا تما وقشعتو كياكل على واحد الطبله. فرحت بزاف، مشيت نسلم عليه فرحان، سمحت في صحابي ونوبتي وجوعي في كرشي والطبسيل ديال اللوبيا والفريت، وقلت له عمي العربي، ولكن هو يمكن ما فرحش ملي شافني، تصدم وما قدرش يدرج عليا وجهه وينكرني، ما خلاهش خاطرو يخونني في الغايب. وملي ما لقى كيدير مشى وهو كيوصيني، قال لي رد البال وما تقول حتى واحد بلي كنت حلاب لهيه. اما مصطفى ولد تيكفا فما كنت عارف بلي هو ولد حمام بوحجر حتى تلاقيته في الرباط وقال لي فين كان ساكن. لقيته كيعرف بديدي وحيحي وميرا، ولكن ما كيعرفش كيقول لي شريت له لاكريم. في الرباط كنت ابن بطوطه، سكنت في كاع الاحياء وعاشرت بزاف ديال الناس. تمحنت في الاول، كنت ديما كنفكر نرجع للوجده ونسمح في ديك الخدمه. جاتني ديك التجربه غريبه عليا، ولقيت راسي غنضيع في هاد البلاد باطل وغنخسر الدنيا والاخره. داكشي علاش قلت اللهم الدار ولا العار، اللهم التبن ولا الغبن. ولكن ما درتش هاد الشيء حيت حشمت ولا خفت يضحك عليا الحاج ويقول عليا ماشي راجل. في ذاك الوقت ما كنتش كنشد شي صالير زوين، كان ما كافيش الكرا والضوء والماكله والترونسبور والممنوعات وانت عزري في العاصمه، حر لا رقيب لا حسيب الا ما شديتيش راسك. الرباط عشت فيها زهرة شبابي، وفيها طحت في الحب وجربت الغرام، وفيها بديت نكتب الشعر، منها كانت البداية ديال الكتابة ونسيت فيها حمام بوحجر. مصطفى ولد تيكفا كان مشارك معايا في البيت ملي كنت طايح في الحب. ملي كنت نقرا عليه شي قصيدة جديدة على رشيدة كان كيقول لي بالشعر ما كيتلاقاوش الشعورة،
كان كبير عليا في العمر، وفعلا انا ما كنت كندير معاها والو. ملي كنخرج معاها كنت كنحشم وما كنعرفش نتصرف، حتى الهضره ما كنهضرش بزاف، بحال الا خايف وكنرجف. اكثر من 10 سنين عشتها في الرباط بعيد على الدار والجيران. كنزور العائله غير في العطل. ملي كنت كندوز العطله في وجده وكيوصل الوقت اللي نرجع فيه للرباط كان كيجيني واحد القنط وكنكره، وكنبدا نبكي ملي كنتفارق مع مالين الدار واللي كانت ناقصه فيها غير حنايا من مسكينه اللي مات في 1980. مشات رشيده كيما مشات حمام بوحجر، ولاو القصائد ديالها في الدفتر ديالي الصوفر باليين قاسهم الاهمال. وملي كنتفكرها كنضحك على راسي وكنعطي لمصطفى الحق، حيت بصح بالشعر ما كيتلاقاوش الشعوره. الرباط ماشي بحال حمام بوحجر تبكيني، الرباط كتفوج عليا والهم ديالها كيضحكني. كنعقل على مصطفى نهار قاستو الحكه وما كفاوهش ضفارو، بقى كيحك بالمشطه. عاداني وشرينا اسكابيول وداومت على الحمام والطليان انا وياه حتى برينا. ولكن القميله اللي قاستني في حجري من النساء حرقتها بليسانس وما شريت لهاش الدواء كيما قالوا لي المجربين. ويلي يا ويلي جابها في الفيلي. هذه اغنيه من الارشيف. انا واخا كانت حياتي زوينه في الرباط وولفتها، ولكن ما كنتش كنحس بالراحه اللي كنت نلقاها في وجده. كنت ديما كنقلب نرجع لوجده ونعيش فيها داك الشيء اللي بقى لي من ايامي مع عائلتي. وهكا خديت القرار ورجعت. لقيت عائلتي مازال شادين في الطريقه اللي كنا عايشين بها في حمام بوحجر. الشيتا كنقولوا لها الكارفو، والبيض المسلوق كنقولوا ليه البيض فايض. وفي واحد الوداع حزين شيعتني جمعيه الطلبه الباحثين في الادب واللغه وجمعيه موظفي كليه الاداب وداروا لي المأتم. كتب لي الطالب علي سليطن قصيده نثريه كيعاتبني ويبكيني الى جمال ذكرى رحيل قاسي. أنت علمتني أن النسيان مستحيل، نسيانك أيها الراحل جهة الشرق المعمد بالشوق. أنت علمتني طقوس الحضور في زمن الغياب أيها الفانوس المشع في حلاكة هذا الزمن القاتم. ماذا يعني غيابك عنا؟ ماذا يعني رحيلك عن هذه الرحاب التي تحتفل بك وبجمالك كل يوم احتفالا مزهرا وبابليا؟ لن ننساك يا جمال لأننا لا نمتلك ذاكرة للنسيان. ها أنت تعلن الرحيل بعيدا من هنا لتتوارى في الهناك حيث أنت منذ البدء. تودعنا لتبقي فينا أدخنتك المهتاجة وتحمل معك نيران الصخب الرباطي. ترحل ليكون لقاؤنا بك موسميا فقط وليبقى غيابك وحده شاهدا عليك وعلى جمال جمالك في ساحة افتراقنا المشؤوم. ارحل واحمل معك ما شئت منك إلا رقتك المحفورة في خرائط جغرافيا دفاترنا. جمال أيتها الجوهرية المتواري فينا ستغيب عنا جسدا يتحرك في السراديب بالأقدام، وتتركنا نستنشق رائحتك التي ستأسرنا من مطلع الفجر إلى غروب الشمس. فها نحن نقبل برحيلك مكرهين، فارحل ولا تنس أن تدع لنا شيئا منك في هذا الحرم الجامعي المسكون بحرائق توهجك وعشقك. سنحتضنك وشما في ذاكرة اغتالها صداك. جمال، ادخلنا بعدما دخلت من قبل من أي الممرات تشاء، وادخل واسكن منطقة الأعماق عزلة الأعماق، واصرخ كل يوم في دمنا، واحفر قليلا مناطق أخرى من دواخلنا، وسافر في منحدرات القلب ولا تخشى الغرق. أيرضيك أن تسبح في غير شواطئنا؟ سترحل عما قليل ويبقى ظلك منتشرا بين صفحات تاريخ تعلقنا بنسمة حبك أيها الراحل من عالمنا. ستذكرك كل البنايات هنا لأنها سرقت منك الصورة والبسمة. فسبحانك إذ تودعنا وتسلمنا لليل الذكريات نناجي صداك الذي يدوي فينا. حياتي بحال شي فيلم هندي فيها دموع دوستي وأغنية كابي كابي وهيما ماليني، عيون الفنجان والناي كيصفر حزين ويدميني. كي القميلة اللي قاستني من النساء، كي القميلة اللي قاستني من النساء في ايامها ساكنة في شعر حجري ما نفعني معاها لا دواء لا قطيع، وليسانس حرق جلدها وخلاها يابسة في كيلوطي. ولكن واخا هكاك رجعت وعشت من جديد وصنعت الربح الراسي الجديد، وهذه بطولات زرعتها زهرة نشمها فخر براسي.
ولكن حلاوة حياتي من نهار ماتوا الوالدين ولات مرة، بحال الا عمري ما ذقت السعادة ولا فرحت. مور فراقهم وليت عارف بلي عاشوا محنين وكيتألموا في صمت، حتى نطقات خضرا وفيقاتني من الغفلة ديالي اللي كنت لاهي فيها. ما درتش الحساب ونحط قدامه علامة، يمكن الكبر بدا يركبني. داكشي علاش وليت كنحس ونعرف شنو هي يمشي جهدك باطل تحت القهرة، وشنو يعني الموت. هي ذكريات متشابكة بحال وراق الدالية قدام عيني، من قبل الختانة ديالي لليوم، من حمام بوحجر وموراها في وجدة للرباط ونرجع عاوتاني لوجدة وترجع حمام بوحجر نستنى الموت. هي محطات كيركبوني الترانات ديالها وكيفوتوا فوق ضلوعي ويسافروا بيا، وتهزني نعش ونكتشف قنازة حياتي الغارقة في الأحداث والوجوه اللي شاركت معاها الأسئلة والهواجس، واللي ولات في خبر كنتفكرها في أسف. دازت زوين على كل حال، واجمل ما في الحياة هما الوالدين والولاد والزوجة الصالحة، واخيب حاجة في الحياة هي الموت والمصيبة اللي شفتها. الطرد والموت هما اللي نسفوا الجمال وخلاوني تعيس. كنت تما نهار مات الحاج وشفت كيفاش تبعاتوا الحاجة، تما عرفت السبب وبديت في المراجعة. لقيت باللي بكمر الميت راحة للنفس. أنا كنكتب، أنا كنتنفس، أنا كنتأسف. دموعي مداد من قوة الحريق، والذكرى كتقتلني، والكلمة كتزيد في عمري، كتسجلني نقطة كحلة في الصفحة ديال الجزائر. الطرد هو اللي شتت العش وتلف الربيع وحبس الطير في القفز. الترحيل التعسفي من الجزائر هو اللي خربق الحساب وهدم المستقبل وضيع الحلم وجعل القراية وعقد النفس وخوانا من الحياة وقتل أمي. هكا سالينا السيرة الذاتية للأستاذ جمال العثماني قرارة الخيط عن تجربة طرد التعسفي من الجزائر سنة 1975. شكرا للأستاذ على هذه التحفة الفنية، وشكرا للناس اللي وصلوا معنا لهذه اللحظة. استنونا في حكاية جديدة وقصة جديدة على قناة زاوية أخرى. بسلامة.